تسرقوا لقطات اول ناس. انتوا هلا بكونوا دقدستوا على الفكره ومش الحال، لازم تعرفيها مني. اوكي رح لك الفكره. بنقول الفكره ولا بنقول الفكره؟ انا ما بدنا نقول الفكره. شو فينا نقول الفكره؟ ما بدك استاذ. انا ما خصني لانه انت استاذنا الكبير. اوكي بنقول الفكره. حنقول شيء من الفكره، حنقول المود. هي الغنية إذا بدك كتير قوية. يعني أول شيء حتى الغنية ليه الكليب فكرته غريبة، لأنه الغنية أصلا فكرتها جديدة وغريبة. أول من يطلق هذا النوع من الأغاني واللي أنا أحس حيكرر كتير من بعدين. يعني كيف مثلا بتنزل موجة إيه إنه بتيجي موجة مثلا أغاني مثلا افترض سلو رومانتيك كذا بكررون ورا بعض مثلا ورا بعض كلهم سوا. هيدا اللون جديد في روك، في خليط من الثورة إذا بدك، الثورة العاطفية بس بطريقة اجريسيف بوزيتيف. كيف بدك تفسريها؟ حفسر لك إياها. كيف اجريسيف وكيف بوزيتيف؟ أول قد ما بتحبي أوقات الأشياء بقول مثلا من الحب ما قتل، هيدا الشيء تقريبا عم يصير بهيدا الكليب. بس ما راح الاقي في قتل ولا في فرودة ولا لا، ما في عنف. ما فينا نقول ما في عنف، في ردة فعل. يعني ردة فعل أكيد هي لقصص بتصير بحياتنا اليومية. نحن مش كتير بعدين عن حياة اللي عايشينها هلا، ومش كتير مقربين. يعني الاشياء الرمزية اللي هي بترمز لحياتنا العادية، الرياكشنز هو ذاته، الملابس جنين، بالديكوريشن جنين، بالفكرة جنين، بالتصوير في جنون. رح شوقك اكثر انه ما في شيء طبيعي وكل شيء طبيعي. الاغنيه كلمات الاخ العزيز هشام بولس لا كيف كلمات هشام بولس؟ انا ضايع. الحان الاخ العزيز هشام بولس، وكلام الاستاذ الكبير منير ابو عساف، وتوزيع كمان يعني مع حفظ الالقاب المجنون اذا بدك المبدع هادي شراره. هيدي اغنية تاني سينجل لإلك. وين الالبوم؟ ليش عم مصر تنزل اغنية سينجل وتأخرت لتنزل الالبوم؟ ليكي هو الالبوم في عليه كثير مشاكل، بس انه اكيد على الطريق. يمكن بعد هالغنية، يمكن ورا هالغنية غنية وراها الالبوم، بس الالبوم اكيد على الطريق. وان شاء الله يعني على الارجح بعد الغنية 80% رح يكون في البوم. مع مين المشاكل فيك تقلنا؟ المشاكل مع الشعب الكريم. لا انه ليك مشاكل اذا بدك، مش مشاكل، هي مجرد سوء تفاهم بس، لا اكثر ولا اقل. يعني مش حابب تسمي الجهة اللي عندك معها مشاكل؟ لا هي ما قلت لك مش مشاكل بمعنى مشاكل، هي بمعنى اذا بدك سوء تفاهم على شويه تاخير من هون وشويه تاخير من هون. بتعرف الملحن على طول، مثلا الملحنين مشغولين، الموزعين مشغولين، ما على طول ما في يعني مثل توقيت معين. يعني بقول لك بنهار فلاني مثلا رح اعطيكي هالغنيه خالصه مخلصه مثلا بتكون بنهار فلاني. يعني انا هلا عم بصور الاغنيه وبعدني مش مخلصها المكساج وماسترينج. سامع يا الي بربر؟ احكي لنا شوي عن عادل، شخصيته، اول مره بتتعامل معه، كيف شفت الشغل معه؟ ليكي عادل بعقد جدا يعني، لانه صراحه عادل فيه شعطة جنون، وكتير بحب هالشيء انا، لانه انا في شعطة جنون كمان، مش شعطة شوي اكثر. بس المهم انه عادل كتير مبدع وكتير بتحسيه يعني بتحسيه انه خلص بده ياخذ اللقطه. يعني في مشهد قبل عملناه كان في كتير برسنتج انه عوره بالسياره. يعني قال لي عورني بس خليني اخذ اللقطه. الفكره سوبر رائعه، يعني ان شاء الله حتشوفوا كليب كتير جديد وكتير فيه جنون وكتير فيه كتير حلو. ما حنحكي عنه لا ينزل ان شاء الله، بس كتير انبسطت وكتير حبيت اني تعاملت مع عادل بهالكليب، وان شاء الله الخير لقدام. نحن تعودنا من طلاب ستار اكاديمي انه يتعاملوا اكثر شيء مع ايميل سليلاتي، هو المخرج انت تعاملت معه بكليبك الاول بقلبي ضله. ليش ظهرت انه من ايميل سليلاتي؟ مش قصه ظهرت، بس القصه وما فيها انه ايميل اوريدي كان عنده هلا كليب زوزو، اخر كليب جوزيف. فالقصه وما فيها انه انا حبيت اذا بدك، لانه الغنيه هاي كتير جديده، مش شوي. يعني الغنية هيدي أكيد ما حدا سامع مثلها بالعالم العربي، لأنه كتير نمط الموسيقى تبعها جديد. فحبيت كمان يكون كل شيء فيها جديد، من ناحية المخرج، لناحية الكلام، لناحية اللحن، لناحية المغنى، عرفتي، لناحية اللبس، كل شيء. فحبيت اجتمعت أنا وعادل
وعادل حب الغنية لدرجة ماكس يعني. لا فلما واحد يشوف المخرج هالقد حابب له غنيته، يعني بحط الغنية بصير عادل ينط أكتر ما أنا بنط. فتحمست كتير للفكرة وقلنا خلينا نتكل على الله، وهيك صار. إنتاج مين الكليب؟ إنتاج الكليب فيك تقولي إنتاجي أنا. يعني مش شركة الإنتاج ستار سيستم هي متبنية الكليب وإنتاجها هي؟ ستار سيستم لا، مش متبنية هذا الكليب. بس في هلا إذا بدك شوية غيمة سوداء بيني وبين ستار سيستم. لا يتوضح كل شيء، بنعلن كل شيء رسمي إذا كان هالغيمة السوداء رح تضل ولا إن كان رح ترجع تشمس. وشرقت شمس ال LBC والجرس أكيد. يعني حسب هاي الغيمة السوداء يا بتستمر بهاي الشركة يا ممكن نشوفك بشركة إنتاج تانية؟ أكيد. عبقول لك هو صار في مثل إذا بدك أنا كثير بحترمهم لأمين أبياغي وناجي باز، وكثير بقدر إنه قديش عم يتعبوا معنا. بس في مثل ما قلت لك سوء تفاهم صغير، غيمة سوداء وقاطعة، يعني يا حتكمل يا ما حتضلها. فإن شاء الله خير. بئسى أنا ببكيكي، مرتاحة ما بخليكي، كل لحظة بجرح فيكي وما بتعب أنا، كذاب وبعرف حالي، وكل لحظة عايش حالي وبعرف ما عندي غالي وبحبك أنا. كيف كذاب وبتحبها؟ لا ما كملت لك الغنية. ما هو لأنه بيقول لها تعباني بعرف صرتي، لكن ما يوم بعدتي، هيدا لأنه فهمتي غرامي أنا. عرفتي؟ تاني مقطع بيشرح لها إنه يعني أنا عم بشرح لها إنه ليش أنا هيك عم بعمل معها لهالبنت. انتي هنا عيوني وفيكي ابتدى جنوني، شو فيها هالدنيا لو فيها ما تكوني، يا بسمة دلوعة ناطر انا رجوعة، بغفى انا وبحلم علي الصبح اوعى، طلت شمس انتي بتصبح علي. إذا هيدا ريبورتاج ميكينج اوف كليب فادي